القصائد والمقولات التي وطدت ما يسمى بالإرث. ومن معالم هذه القصائد الأشجار والجبال وغيرها. جعلان بن أبو علي يوجد فيها ما يسمى بشجرة الصوبارة، وهي اصطلاحا شجرة التمر الهندي، وهي من الأشجار المعمرة، وتوجد في جعلان ما يقارب 3 أشجار، ومنها الشجرة المتواجدة في الجزء الغربي من قلعة آل حمودة، وهي خارج السور، بجانبها مسجد لأولاد علي بن خميس، وكذلك شريعة فلج. فهذه الشجرة شجرة الصوبارة هي من الأشجار المعمرة جدا، جاوز عمرها ما يقارب 400 عام. هذه الشجرة كانت لالتقاء الناس الرجال لتحديد وجهاتهم. كذلك يبعد عن هذه الشجرة ب20 متر من الجانب الغربي مركاض الخيل، فكانت هي أيضا مكان لالتقاء الفرسان، مكان للحل والعقد في بعض المسائل الاجتماعية، كذلك للبيع والشراء. وهذه الشجرة نعدها إلى الآن هي من ذكريات الماضي، والتي تغنى فيها الشعراء، وكذلك يتغنى فيها كبار السن، وإطراءهم لها بكل يعني احترافية في المواقف التي تحدث عند هذه الشجرة. فشجرة الصوبارة هي لها قدر، ولها أيضا مكانة في قلب كل مواطن عماني بشكل عام، وفي جعلان بن أبو علي بشكل خاص. من ضمن الموثقات لعمر هذه الشجرة، في عام 1932 كان هناك تصوير جوي لقلعة آل حمودة، والتقط هذا التصوير من الجانب الغربي للقلعة. يتضح في الصورة وجود هذه الشجرة، وهي أيضا كبيرة ومعمرة. في الذاكرة الشعبية تروي الذاكرة الشعبية من كبار السن بأن أجدادهم وجدوا هذه الشجرة كما هي، فهي مثل ما أوردنا سابقا محل كذلك لأخذ الرأي والتقاء الناس، وأيضا لالتقاء صغار السن وتعليمهم تحت ظل تلك الشجرة، بجوار بيت العلامة القاضي، وكذلك بجوار بيت الشيخ حمود بن علي بن عبد الله بن سالم آل حمود.